أول أعدائك في الحياة هو الشيطان، وربنا عز وجل على طول ينبه علينا في القرآن إن ده عدو ليكم. خلي بالكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي آيات تانية إنه لكم عدو مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو بيجري من ابن آدم مجرى الدم. فنفهم من كده إن الشيطان متربص بيك في كل ثانية. فأنت لازم تبقى مستشعر الكلام ده، إن في حد شايفك وإنت مش شايفه، متربص بيك عايز ياخدك معاه للنار. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. استشعارك بالموضوع ده هيخليك دايما مستعد. أنا عارف إنك عارف كل الكلام ده، بس أنا بذكر من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المعلومة الجديدة بقى اللي أنا عايز أقولها لك إن الشيطان بيشد هجومه عليك قوي في حالتين. أول حالة لما بتكون نايم، لأن الإنسان وقتها بيكون ضعيف. طيب دي حلها إيه؟ حلها إنك اوعى تنام من غير أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء، لأن هم دول سلاحك اللي بتواجه بالشيطان وقت نومك. الحالة التانية هي وقت نزول البلاء. طيب دي نواجهها إزاي؟ نواجهها بزيادة الإيمان وزيادة الطاعة، واستشعارك إن البلاء ده يا تكفير ذنوب يا رفع درجات. يعني ده كده ملخص سريع جدا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم.